خير، سلام وأمان ورحمة لكل اللي بيشوفنا في الحلقة دي. أهلا بيكم. النهاردة معانا موضوعنا النهاردة هيكون عن المراقبة في العلاقات وفي الحياة بشكل عام. كلنا كبشر بيكون عندنا ميل إن احنا نراقب أو نلاحظ، بس الدافع بيكون مختلف. ممكن يكون الدافع يكون بسبب الحب أو الفضول أو حتى الخوف. لكن إمتى المراقبة دي بتكون وسيلة للتفاهم أو للتقارب؟ وإمتى بتتحول لقيود بتكسر العلاقة وبتفقدنا الثقة في نفسنا وبتستهلك طاقتنا؟ النهاردة مع كوتش رانيا وكوتش توني هنقدم لكم حلقة مختلفة عن موضوع المراقبة من منظور الكوتشنج والطاقة. أهلا كوتش رانيا. أهلا بيك كوتش محمد. إيه الأخبار؟ مبسوطة جدا إن أنا في الحلقة دي معاكم، وإن شاء الله نقدر نقدم حاجة جميلة الناس تستمتع بيها ونقدر نفيدهم بإذن الله. أهلا كوتش توني، عشتنا. وحشتوني. يا طيب، عدى الزمان. أوكي. هسألكوا أول سؤال، هسأل طبعا ذا ليديز فيرست. هسأل كوتش رانيا، هسألها أقول لها ليه البشر بطبيعتهم بيميلوا يراقبوا بعض أحيانا؟ في أسباب كتير، يعني ممكن فضول، ممكن إحساس بالأمان الوهمي، يعني طول ما أنا عارف عنك كل حاجة أنا في أمان. وممكن سيطرة، حب في مم. السيطرة عشان تبقى كل حاجة موجودة تحت إيده قدام عينه، فهو كده مدي لنفسه إحساس، أو اللي بيراقب مدي لنفسه إحساس إن هو كده مسيطر على كل حاجة وكله تمام. وممكن ناس مم. بتحب جو الأكشن شوية، يعني يحبوا دايما جو الإثارة. أبقى عارف تفاصيل ده وعارف تفاصيل ده، وآخد كلام من هنا شوية أحطه هنا شوية، فأبقى عامل جو إيه، أفلام الأكشن في الموضوع، مخلي دايما الدنيا كلها فيها جو حركة وفيها مشاكل وفيها قلق، ويبقى هو برضو اللي مسيطر على الحكاية كلها. وفي أوكي. ناس بتحب تراقب كنوع من تخدير للقلق مم. وتخدير للخوف اللي جواها. يعني مم. ممكن يبقى في جواهم خوف وقلق من حاجة هم نفسهم مش ممكن يكونوا مش واصلين لها. فالمراقبة دي بتديهم إحساس الإيه، الأمان والسيطرة، إن أنا كده خلاص مفيش قلق مفيش خوف، لكن القلق والخوف بيبقوا ستيل موجودين. هو بس زي مخدر كده بيديه لنفسه. أوكي. بالنسبة لإثارة جملة الخوف اللي حضرتك قلتيها، أنا حابب هنا أسأل كوتش توني، لأن هو عنده تجربة كبيرة جدا في مواجهة الخوف والتعامل مع الخوف في ورش وحاجات تانية كتير، وساعد ناس إن هم فعلا يتخلصوا من مخاوفهم. هل المراقبة في العلاقات دايما دليل خوف ولا ساعات بتكون بدافع فضول طبيعي؟ هو عامة بيبقى بدافع البحث عن الأمان. يعني هو كده كده بيبقى هو الشخص اللي بيراقب ده بيبقى عنده تعلق شديد، وبنسبة كبيرة تعلق خالق معلق التعلق بتاعه. فهو عايز يهدي القلق بتاعه والخوف بتاعه إن الشخص الآخر يسيبه، أو اتزرع وبالذات جوه الستات بنسبة كبيرة في العقل الجمعي ليهم إن الراجل جوزك أكيد بيخون، جوزك أكيد مش عارف يعمل إيه، وبيبقى جواهم توتر وحالة من الخوف لا إرادية يعني. حلو قليل اللي بيقدر يتحكم فيها. فده بيبقى دافع الأساس للأمان، إن هو أصل هو مش عايز يديني باسورد الموبايل بتاعه ليه؟ أصل هو أنت بتعمل إيه؟ غير قعدة الصحاب. قعدة الصحاب ده بتزود القلق جواهم. فعموما الحتة دي بيبقى هي عايزة تدور على الأمان، أو تحس إن هي أو هو، عشان ما يبقاش بيتكلم على الستات بس، إن هو يحس إن هو في علاقة ستيبل، اللي أنا مش هيتم التخلي عني أو هيتم خيانتي في العلاقة دي بشكل من الأشكال، بدون ما يبقى عنده قوة المواجهة إن هو يروح يسأل الشخص الآخر. حتى لو راح سأله الشخص التاني يقول له أنا هعمل كده ليه، أو هيكذب عليا، أو بيحس إن هو بيكذب عليه، فالشك والتوتر اللي جواه بيزيد. فبس ده بيبقى الدافع ان هو دايما بيحاول يهدي الخوف انه هيتساب او هيتخان جوه العلاقه يعني. حضرتك اتكلمت هنا، خصصت الإناث أو السيدات بفكرة المراقبة. بما إنك متخصص في موضوع الأركتايبس بتاع الرجالة،
مين الراجل اللي ممكن يراقب؟ هو ملهاش علاقة أوي بالاركتايبس، بس هو عامة أي حد هيبقى حابب أي اركتايب فيهم غير متزن هيبقى عنده الحتة دي، بس كل مم. واحد بدافعه بقى يعني. لو هو في الغالب هيبقى التملك مثلا، لو هو الاركتايب بتاع الملك بقى ممتلكاتي فبيراقب حاجته. مم. فيعني لو الليفر فهيبقى برضو التملك والسيطرة حبيبتي أو كده. فهي ملهاش علاقة أوي مم. بالأركتايب أكتر من إن هو عامة الراجل اللي بيوصل لمرحلة إن هو يراقب ده بيبقى في حالة ضعف شديد جدا، وعنده مم. عدم ثقة في نفسه بشكل كبير، وطاقته مش متزنة. مم. عشان هو أصلا لو كان متزن ما كناش وصلنا للنقطة دي من الأول اوكي، يعني. طيب، هنلعب دلوقتي لعبة انا وانت وكوتش رانيا، تمام؟ ماشي. هسأل كوتش رانيا، اقول لها دلوقتي لو حضرتك بيتم المراقبة على تليفونك وانت عرفتي، ممكن تتصرفي ازاي؟ وتوني كمان لو هو بيتراقب تليفونه بيتراقب هيتصرف ازاي؟ لو انا في حد بيراقبني يعني على التليفون وانا عرفت اه ان انا اه متراقبة، اه بالظبط. آه، وعرفت الحد ده، اه هو انا عارف ببساطة انت يعني هتعملي ايه. مفيش اي حاجة خالص، يعني ببساطة خالص يعني هاخد تليفوني واروح لاي حد الاول متخصص في الموضوع علشان يفك لي قصة المراقبة ديت، يعني اكيد هي ليها طرق هتتحل بيها، وهعمل له بلوك وهلغيه من حياتي يعني. خلاص، مش تبقى هتاخدي المعاملة مثلا من بعيد ضده، لبعيد. مش هتاخدي مثلا ضده إجراء، إن هو إجراء الوقت في قانون بيحمي الحقوق في عدم المراقبة، يعني مش هتعملي له مثلا محضر في مباحث الإنترنت أو هو على حاجة؟ حسب، لا آه. هي على حسب مين الحد ده. يعني لو الحد آه. دوت اصل الحد اللي هيراقبني ده هو مش هيكون حد ما يعرفنيش، هو اكيد مم. حد عارفني. وساعات المراقبه بتيجي من ناس قريبين قوي، يعني مم. ممكن يعني مش لازم يكونوا بين زوج وزوجه مثلا، لا ده ممكن تبقى بين الاخوات، ممكن تبقى بين الاباء والامهات واولادهم، ممكن يبقى بين الاصحاب قريبين جدا من بعض، لكن في واحد فيهم او في واحده فيهم عندها رغبه انها تعرف تفاصيل حياه التانيه لسبب ما. فعلى حسب هو مين الحد ده. طبعا لو حد غريب ودي مستبعدة، لأن مش حد غريب هيجي يراقب تليفوني، هيعمل بيه إيه يعني؟ لو حد غريب هعمل فيه محضر وهاخد معاه إجراء قانوني، بس لو حد قريب هكتفي بإن أنا خلاص أنا عرفت إن الحد ده عنده مشكلة معينة معايا، عشان كده هو بيراقبني، فأنا هأمن نفسي وهأمن تليفوني وخلاص، هحدد العلاقة بيني وبينه قوي، وإذا كان ينفع إنها ما تبقاش موجودة هتبقى مش موجودة. حضرتك هنا فعلتي الرحمة أو التصرف الرحيم في التعامل مع الموقف، وده الحقيقة شيء أنا حقيقي جدا عليه. يعني أنت قلتي دي اللي هيراقبني أكيد حد قريب مني، فأنت رحمتيه بإنك لغيتي المراقبة وتمام وهعمل له بلوك وانتهينا. فده بصراحة يعني تصرف شيك جدا، شكرا. بس توني هي لو في بس بوينت عايزة أوضحها الأول قبل ما نمشي من الحتة ديت، إنه العلاقات اللي موجودة بيننا وبين الناس اللي حوالينا هي ما اتبنتش بسهولة، فمش ببساطة كده هنعمل كات ونقطع وخلاص الموضوع انتهى. في حاجات بيبقى ليها اعتبارات تانية، مم. فأبسط اللي هي يعني أبسط الحاجات اللي ممكن تتعمل علشان خلاص أنا حميت نفسي، بس ما أذيتش الحد اللي هو ممكن يكون حد مهم قوي في حياتي، كمان ممكن يكون حد من المقربين جدا، أنا مش هأذيه بس أنا خلاص فهمت مشكلته إيه معايا، هو ده اللي أنا هدور عليه، وممكن أساعده في إنه يحلها، لأن مشكلة المراقبة هي ملهاش علاقة بيا أنا، هي ليها علاقة بيه هو، هو اللي مم. عنده مشكلة مع نفسه، مشكلة ممكن تكون قديمة، هي دي اللي وصلته للمرحلة دي معايا. مم. فمش حد غريب هنعمل كات وناخد إجراء قانوني وخلاص، هي لا، في علاقات
محتاجة الواحد يتعامل معاها بإنسانية وبرحمة، بهدوء، علشان نساعد الإنسان ده لو كان مهم في حياتنا إن هو يتعافى من الحتة اللي هو فيها، لإن مم. مشكلته مش معايا أنا. مع نفسه. مم. أكيد مشكلته مع نفسه قديمة، هي ما لهاش علاقة بيّا، فممكن أكون أنا زي إيه، دوست على زرار عنده مش أكتر من كده، أو وجودي هو اللي عامل له قلق في حتة معينة في حياته، بتسمّع عنده في مم. مكان معين، لكن مم. هو ما لوش مشكلة معايا. أوكي. حابة تضيفي أي حاجة تانية؟ لأ تمام. توني، لو حد مسك تليفونك وفتحه من غير إذنك، وقعد يقلب في المسجات بتاعتك الخاصة وفايلات الشغل بتاعتك واتفرج على حياتك كلها، لأن دلوقتي التليفون بيبقى عليه معظم حياتنا، ممكن تصرفك يكون إزاي؟ اولا هو حسب مين الشخص فتح تليفوني ازاي. في الغالب كتير طول ما هو استطاع انه يفتح تليفوني فانا مديله الابروف ان هو يفتح تليفوني، ان انا هبقى مديله الباسورد. تمام، ماشي. لا، في بس ناس لو شخص ما آه أوكي. جاب أنا بقى في اي أقصد ما يكون برامج. أنا أقصد لو هو فتحه من غير إذن منك، يعني ده عشان ده الموضوع اللي احنا يعني من غير إذنك فتح تليفونك وقعد يتفرج عليه وانت ما كنتش تعرف، ولما عرفت هتتصرف ازاي؟ برضه هنرجع لهو مين الشخص ده. تمام، وايه الهدف مم. بتاعه. مثلا مراتي غير والدتي غير اختي غير جوز اختي غير ابن عمي غير واحد صاحبي غير واحد زميلي في الشغل. مم. حلو، ماشي. في ناس لازم يتاخد في معاهم اجراءات قانونيه في لحظتها. تمام، ودول الناس اللي في الدايره البعيده او دايره المعارف ان هو ملهمش حق في ده. في ناس هنقعد نتكلم معاهم هم عملوا كده ليه. تمام، وفي ناس اللي هو هيتحط عليهم علامة حمراء هم عملوا كده ليه، حتى لو أنا مش هاخد معاهم أي إجراء. فاهم؟ مم. يعني مثلا صديق مثلا فتح تليفوني بدون إذن قاعد يتفرج، هو ملوش حق في ده. حلو، ففي الغالب الشخصية زي دي أنا ممكن أتعامل معاها برحمة، بس إن هي معرفة قديمة وبيننا ذكريات أو مش عارف إيه، بس في نفس الوقت هتحط عليه علامة حمراء. حلو، إنه ما عندوش احترام للخصوصية أو شخصية هتندرج تحت إن هي مش أمينة، فلو مش هيأذيه قانونيا بس التعامل معاه العلاقة يحصل فيها كسر. إن هو مم. لو السبب كمان إن هو عمله مش مقنع، بس ما فيش حد عنده سبب مقنع إن هو يدخل يدور بشكل من الأشكال في رسائل حد تاني أو في صور حد تاني بدون إذنه. بس هو ما فتحش تليفونه مثلا عشان يعمل مكالمة، مم. ده أخد وقت في الموضوع، فأكيد في سبب قوي لده. لو ما فيش سبب قوي لده فمالهاش لازمة. ففي الغالب في كافة الأحوال هيبقى العلاقة فيها شرخ وكسر وممكن تنتهي، ما فيهاش إجراءات قانونية. في ناس تانية هيبقى فيها إجراءات قانونية. أعتقد إن ده لاين اتفتح بماتريكس كبيرة جدا جوه المجتمع، هو ده اللي سمح وادى الأفكار دي وغرزها جوه دماغ الناس إن هي تراقب بعض. مثلا كان زمان احنا كنا متربيين إن ما فيش راجل يفتح شنطة مراته، ما يصحش تفتحيش حاجة جوزك، يعني الحاجات دي ما عادتش موجودة خالص. الوقت السوشيال ميديا والمسلسلات والأفلام بتخترق الحدود النفسية والحدود الآمنة لكل واحد موجود فينا في جوه بيته. الموبايل ده أصل حاجة شخصية جدا، ومش الموبايل بس، ممكن الستيتمنت بتاع البنك، ممكن الشنطة الخاصة اللي هو بيبقى باك اللي هو حاططها على ظهره، شنطتك الخاصة. فاللي بيعمل ده او اللي بيراقب ده بيكون الدافع بتاعه غيرة، ولا هو بيكون مش واثق في نفسه، ولا هو بيكون ايه بالظبط؟ يعني لما واحد يفتح شنطة مراته او واحدة تفتح تلعب في حاجة جوزها، ده بيكون ايه بالظبط؟ هو ده بيكون جاي من عدم ثقته في نفسه، وعدم ثقته في نفسه جاية من خوفه أو قلقه من حاجة معينة متخزنة جواه، هي اللي بتدفعه إن هو يعمل التصرفات دي، يعني سواء الغيرة أو التفتيش أو المراقبة أو إن يبقى عنده فضول يعرف حتى أي حاجة عن أي حد، سواء بقى أزواج أو مش أزواج. هي كلها عبارة عن نتيجة
لحاجات متخزنة جواه، يعني مواقف معينة حصلت له أكيد هي متخزنة من الطفولة، سببت عنده خوف وقلق، وصّله لعدم ثقته في نفسه، ووصّله لإن هو يحاول يأمِّن نفسه ويحاول دايمًا يدوّر على أمان، وزي ما coach توني قال لنا في الأول هي مشكلته كلّها بيدوّر على الأمان، هو مش غيرة ولا هو بدافع حُب حتى ولا بدافع إن هو لأ إحنا مثلًا قريبين من بعض فلازم نبقى عارفين كل حاجة عن بعض، عشان دي برضه كانت موضة طالعة كده، إن هو أي اتنين متجوزين لازم يبقوا عارفين كل حاجة عن بعض عشان إحنا متجوزين، فلأ في حاجة اسمها خصوصية، اللي بيعمل كده هو بيدوّر على الأمان بسبب الخوف والقلق اللي اتخزّنوا جوّاه لصدمات حصلت له في الطفولة. فهو دلوقتي ولا هو غيران ولا هو عنده فضول ولا هو بيدوّر على إنه لأ، يبقى حياتنا سهلة وبسيطة وعارفين كل حاجة عن بعض، لأ، هي دي مشكلته الأساسية، صدمة حصلت له أو صدمات حصلت له وهو صغير سببت له عدم ثقة وسببت له خوف وسببت له قلق، هو بيحاول يخدّر نفسه عشان يدّي لنفسه إحساس بالأمان مش أكتر. اللي بيدوّر يعني وبيفتش هو آه عايز يوصل، هو مش بيدوّر على حقيقة ولا بيدوّر على حاجة تطمّنه، لأ هو بيدوّر على حاجة تحسّسه إن اللي هو قلقان منّه مش موجود أو موجود، فاللي هو يدّي لنَفْسه ستار أنا لقيت الحاجة خلاص اللي هتخلّيني أتأكد إن أو إمم، هتخلّيني أأمِّن نَفْسي وما اتخانش وما يتغدرش بيّا، ما يتمش التخلّي عني وفي ناس بتبقى خايفة إن هي يتم التخلّي عنّها، عندها إحساس مستمر إن الpartner بتاعها هيسيبها، أنا هاتساب، ده بقى ممكن يكون نتيجة إن هو تم التخلّي عنّه من وهو صغير، الأب أو الأم أو المُربّي اللي كان بيربّيه، ممكن يكون من البيئة اللي هو كان عايش فيها، مش لازم كمان أب وأم بس، ممكن يكون حصل له حاجة من حد من القريبين منّه أوي أثّرت عليه، فهو بيدوّر على الحاجة اللي هتدّي له أمان، يا إمّا تأكد له إنه مش هيحصل له اللي هو قلقان منّه، أو يلاقي الحاجة اللي يقول لنَفْسه برافو أنا لقيت الحاجة اللي أنا هأمِّن نَفْسي بيها ومش هاسمح للطرف التاني إنه يعمل فيّا إنه يتخلّى عني أو يهجرني أو يخونّي، هو إمم. بيدوّر على أمان مزيف. يعني أفهم من حضرتك من كلامِك والكلام اللي قاله كوتش توني إن الإحساس بالأمان اللي هو بيلاقيه ورا المراقبة ده بيكون وَهْم بيزوّد قلقه زيادة وبيزوّد خوفه زيادة. آه طبعًا، هو إمم، وَهْم بس جوّه دماغه إن أنا هابقى في أمان لمّا أبقى مأمِّن نَفْسي، هأمِّن نَفْسي إزاي؟ بإن أنا أدوّر وأفتش، في ناس بتحب تأمِّن نَفْسها بإن هي تبقى عارفة كل حاجة بتحصل حواليها، أنا كده تمام، عارفة إمم، كل اللي حواليّا بيعملوا إيه، وتصرفاتهم مع بعض إيه، وتصرفاتهم في حياتهم إيه، فأنا كده تمام، أنا مش هيتغدر بيّا، أو ما حدش هيسيبني، ما حدش هيبيعني، أو أيًا كان السبب اللي مخلّيه دايمًا خايف وقلقان وبيدوّر وبيفتش، فهو أمان وهمي، هو مش هيوصل للأمان في الآخر، العكس تمامًا. إمم. فكرة لأ غير كده هو آه، بيدوّر على إجابة سؤال، إمم، وهو بالإنجلش هاقول لك بعد كده الترجمة اللي هو I am good enough for this person to be staying with me. هل أنا شخص جيد كفاية إن الشخص ده يحبني ويفضل معايا والّا لأ؟ ده عشان هو عنده self concept أو هو شايف نفسه إن هو مش كويس كفاية إن الشخص الآخر يفضل معاه، أو هو غير مستحق إن الشخص الآخر يفضل معاه، فهو بيدوّر على إجابة سؤاله هو أنا كويس كفاية فالشخص التاني معايا؟ أصل دي مش حقيقة، أنا أصلًا مش كويس كفاية، فإزاي الشخص التاني هيفضل معايا؟ هي معقدة شوية، هو بيدوّر على إجابة سؤال هو جواه هو اللي آه. مولده كل الحاجات دي، فاهم؟ اللي هو باختصار أنت هو شديد أنا هادّيك فهمتك، فاهم بس أنا القصة؟ فهمت حاجة تانية، يعني قصدك مثلًا يا coach توني إن هو شايف إن هو مش كفاية، فبيحاول يثبت لنفسه هل أنا كفاية فعلًا والّا لأ؟ ده جزء. إمم. هو أنا مش كفاية فالشخص التاني قاعد معايا ليه؟ هو أكيد قاعد معايا، هو مش قاعد معايا، هو
هيسيبني، هو اكيد هياخدني، اصلا انا كده كده مش كفايه، فهو ليه إمم. شايفني كده؟ فاهم؟ هي فكرة اه متخزنة جواه إن هو مش كفاية، فبيحاول بيدور يدوّر على على اجابه دليل على حاجة السؤال زي كده. بتاع آه. هل انا جود انف، هل انا كفايه إمم. يعني فعلا او لا. الشخص اللي بيراقب ده الشخص شايف نفسه قليل، وشايف نفسه ان هو مجروح، وشايف نفسه ان هو خايف. آه. ده أكيد. مم. وهي لا، وممكن كلّها، يبقى الشخص كلّها التاني صدمات برضه قديمة. ماشي، انا متفق معاكم، بس ممكن يبقى في معطيات اخرى من الشخص الاخر فعلا بيخونه، ممكن. فهو حب بس يتاكد، طب مش افهم إمم. شرط من يبقى كلامك حاجه كده. افهم من كلامك ان فكرة لو هو شك في موضوع الخيانة مسموح له ان هو يراقب. حسب طريقه المراقبه، مم. بس ما فيش حد هيروح يقول لمراته او هي هتقول لجوزها انت بتخوني، هيقول له اه انا بخون. مم. خليني برضه واقعي. حلو. بيبقى مم. فيه علامات، مم. في احساس. برضو حضرتك قلت في إحساس وإن هو حسب نوع المراقبة، بس المراقبة في الحالة دي بتكون نوع من أنواع السيطرة. احنا كده كده المراقبه كنوع من انواع السيطره، كنوع من انواع ان هو يحس بالامان، كنوع من انواع ان هو عايز يسكت الشك اللي جه جواه. احنا بنتكلم ان شخص شك وظهرت علامات الخيانه، ان في علامات بتبان ان الشخص ده مم. ما بقاش موجود في العلاقه اصلا. مم. ماشي، ففي علامات، يعني أنا لو انا جيت النهارده الصبح انفصلت، هو انا منفصل من قبلها بكتير جوه العلاقه، هو شخص ما بقاش موجود جوه العلاقه. في علامات جوه العلاقه بتدل ان الشخص الاخر رايح اتجاه انه ممكن يكون بيخون. وفي ناس بتراقب من اجل المراقبه، اللي احنا كنا بنتكلم ان هو عندهم اسباب داخليه ال- ان هو الشخص يراقب. اللي الشخص اللي بيتخان بيكون طفل عامل إزاي؟ يعني بيكون طفل طفله عامل الداخلي ازاي؟ أو الطفل عامل إزاي؟ يعني لما يبقى في راجل كبير متجوز ومراته بتخونه، أو العكس، بتكون الأطفال الداخلية اللي موجودة جواهم إيه؟ نوعيتها إيه؟ شكلها إيه؟ جروحها عاملة إزاي؟ انا احب اسمع وجهه نظرك. أنا وجهة نظري من منظور الطاقة إن فكرة أصلا إن أنا أفتح فايل التجسس ده أساسا ده مش صح أبدا، لأن دي حاجة نهى عنها الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ولا تجسسوا، ده الفعل نفسه أيا كان الدافع اللي وراه ما ينفعش، تقيا ما ينفعش. وممكن هنا أسألك أقول لكم إيه هي الحالة اللي ممكن إن إحنا بنتجسس فيها، اللي مسموح لنا التجسس فيها. هي حالة الحرب. التجسس، لا ماشي، التجسس اوكي، حاجه، فانا واللي انا دلوقتي لما اراقب من لا، اجل المراقبه حاجه تانية. المراقبه هي التجسس، ما لهاش بديل، وما لهاش مسمى ماشي. تاني، وما لهاش تقيا كمان ما لهاش اي مسمى تاني. ان انا امسك التليفون واراقبه، هي ان انا بتجسس على الطرف الاخر، وبخترق حدوده، وبخترق خصوصيته، وبنهي أفعال كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا من آيات الله هو قال لنا ممكن تحصل، لأن ممكن يكون الشخص التاني ده يجي عليه وقت يصلح من سلوكه لوحده. يعني أنا بحرمه كمان إن هو يرجع للفضيلة اللي جواه، أو يرجع للحاجة الغلط اللي هو بيعملها، أو السلوك ده. حلو، ولو ما رجعش؟ فأسيبه. يعني طيب الفكرة هنا إن أنا فكرة إن أنا أتجسس أصلا دي حرام. هكمل ماشي. جزئيتي برضو واحتاج إن أنا أسمعك فيها. التجسس حلال بس في حالة الحرب. فأنا لما أفتح تليفون أو أفتح حاجات خاصة بإنسان، أنا بحول بيتي لساحة معركة. يعني أنا بحول بيتي لحلبة معركة. كل الطاقة اللي بتكون جوه البيت والأشخاص اللي موجودين جوه البيت بيحسوا بنوعية الطاقة دي. فإزاي أنا هصلح جوه معركة جوه حرب؟ أنا بفتح على نفسي هنا فتح شيطاني، لأن أنا عملت فعل
مش فعل ربنا أمرني بيه، أنا فتحت على نفسي فتح ظلامي تمامًا. الشيطان بقى هنا هيدخل لي من أي سكة أيًا كانت هي إيه، هيفتح لي سكك الخيانة، هيفتح لي آراء الشيوخ، هيفتح لي ملفات الذكورة اللي موجودة جوايا اللي ما اتعالجتش بقى لها سنين، هيفتح لي جروحي الداخلية بتاعة الطفولة، وغيره، 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 وغيره. غير إني هافكر ممكن في الانتقام لو أنا في حالة في صحة نفسية متدنية. فأنا هنا مش باحل ولا باوصل لدليل، أنا هنا باهين نفسي وباهين رجولتي أو باهين أنوثتي، لإني عملت حاجة ربنا ما قاليش إن أنا أعملها، فبامشي عكس الطاقة اللي ربنا قال لي عليها، فباعمل اشتباك كرمي أو باعمل علاقة كرمية في منتهى السوء، وكمان بادخل في سكك بتوديني في أبعاد كلها أبعاد ظلامية، لإن أنا مشيت عكس التيار اللي ربنا ممشيني فيه. يعني ربنا قال لي الآية صريحة ولا تجسسوا. طيب أنا دلوقتي اتجسست، أنا خرجت ربنا من معادلتي تماما. مين اللي هيدخل لي كده بقى كده بوسوسته، بأفكاره، بظلامه، بأدائه؟ مش هيكون أكيد فعل الله طبعا. واللي هيتدخل معايا ساعتها وهيكون واقف معايا في الموضوع ده هيكون بيتبع نفس المنهج الظلامي اللي أنا مشيت فيه. فالمراقبة مش حل أبدا، ويوم ما أحس إن أنا هابدأ إن أنا أراقب، أنا أنسحب قبل لما أراقب. يعني لو راجل أو ست واصلة لدرجة إن هي هتفتح التليفون بدون إذن، أو هتفتح المحفظة بدون إذن، أو هيفتح حاجتها دولابها بدون إذنها، ساعتها يمشي أفضل له وأكرم له وأحسن له، لأن اللي بعد كده مش هيكون في صالحه هو خالص. وبعدين في كمان آية تانية بتقول، أنا مش متذكر الآية دلوقتي، في حاجات لو عرفناها إن تبدو لكم تسؤكم، مش وقتها الوقت إن أنا أعرف. يعني في حاجة التوقيت بتاعها مش الصح اللي أنا أعرفه دلوقتي. أنا بجبر كل حاجة حواليا إن أنا أعرفها. طب عرفتها، طب وبعدين هوصل لإيه؟ هوصل لحيطة سد، هخرب علاقتي، هطلع قليل قدام مراتي أو قدام ولادي، لأن أنا بقى هنا بخرب بقى. الدنيا كلها بتعرف والدنيا كلها زي ما بنقول أوضة وصالة، وكل الحاجات بتتعرف سواء كانت ست أو راجل، وتبقى بقى الشكل العام يبقى وحش كل حاجة بتبقى مش حلوة. فأنا هنا عملت فتح ظلامي تماما، خرجني من صورة حلوة وهي صورة مؤسسة الأسرة. يعني فكرة الأسرة هي فكرة بيتم تدميرها حاليا. الأسرة دي هي شيء عظيم، شيء راقي، إن أنا بعمل أسرة، بجيب أطفال، بجيب زوجة، كذا كذا كذا. في مشاكل، في مشاكل، في خلافات، في خلافات، مش مختلفين، ومش كل الجوازات بتبقى ناجحة، بس عندنا حلول تانية زي الطلاق. طيب أنا دلوقتي ما بمشيش وقاعد، أقعد بقى أروح أتجسس وأراقب وأمشي وراه وأفتح تليفونها أو أفتح تليفونه. طيب يعني وبعدين أنا بفضل أقلل في رجولتي من ليفل A لحد أقل ليفل ممكن يكون موجود. أنا لما أقف قدام مراتي وأقول لها مثلا أنت بتكلمي ده إيه ده؟ يعني أنا هنا يعني يعني ما ينفعش. وهي كذلك، هي أنوثتها هتتجرح تماما. يعني هي لو شافت حاجة مش المفروض تشوفها في التوقيت ده بيضر أنوثتها تماما، وبيعمل لها بقى جروح عاطفية، وبيعمل لها صدمات في الرحم، وبيعمل لها كيانها الطاقي الأنثوي كله بيبقى مليان صدمات، وتقعد تعالج فيها أو ما تعالجش فيها ما بتروحش. طب ليه؟ ليه أحط نفسي في الحتة في الزاوية الصغيرة دي؟ ليه ما امشيش مع اللي ربنا قاله؟
طيب ليه خليني مش أسألك انا سؤال اتفق كوتش معاك. محمد. مم. يعني آه الحل الصحي في الحالة ديت طبيا ايه؟ يعني مثلا احنا عندنا كده جزئين بنتكلم فيهم. الجزء الأول إن الإنسان اللي هو بيراقب بطبيعته هو إنسان مراقب، مش علشان موقف معين، هو بيراقب من أجل المراقبة. والجزء التاني إن لو حصل موقف، يعني الحياة مستمرة تمام ما فيهاش مشكلة، بس حصل موقف بدأ يثير شكوك جواه، في الحالة دي مم. التصرف الصحي طبيا يكون ايه؟ ان هو يلجأ لمساعدة ويروح يعالج المشكلة اللي عنده. المراقبة بتبقى شك، صح كده؟ والشك تمام. ده والشك ده الايجو الظلامي اللي موجود جواه، صح؟ انا ما بتكلم مظبوط. تمام. الانسان اللي بيوصل لدرجة ان هو يشك، ده الايجو بتاعه نفسه، بلاش النفس بتاعته تبقى مليانة شك. اللي بيدخل جواه الشك هنا الظلام اللي موجود جواه او الجروح اللي موجودة جواه. فوقت لما يحس ان هو وصل للمرحلة دي دلوقتي، ستيب 1 يلجأ للمساعدة، يروح لاخصائي نفسي، يروح لثيرابيست، يروح لدكتور، يروح لاي حد خالص، ويبدا يعرض مشكلته. والكوتش او الطبيب النفسي هيقدر ان هو يساعده، يخليه مم. يتخلص من الشك بتاعه، ويخليه يحل الموضوع بشكل يليق بيه ويليق بيها. يعني انا كأنثى دلوقتي لما افتح موبايل جوزي واشوفه بيكلم واحده مثلا، بيعمل معاها حاجات مش كويسه، انا انوثتي هتتدمر تماما. طب معلش، هو هيفيدني بايه؟ الفايده اللي هترجع لي ايه؟ اللي انا عرفت مم. هستفيد ايه؟ صفر. الضرر بقى اللي هيقع عليا، جسمي كله هيتوجع، اوجاع والام في كل منطقه في جسمي، لان هحس بجروح الخيانه وبجروح ان انا مش انثى، وهقعد دماغي تسالني هو انا فيا هي ايه احسن مني، وهو راح لها ليه وسابني. كل ده حديث داخلي هيدور جوه اي ست مهما كانت درجه وعيها. فهي تروح ليه بنفسها للحته دي؟ اول ما احس ان انا همسك وهبدا اعمل الحاجات دي، على طول الجا للمتخصص. انا مش بروج لحاجه، بس هو ده الحل الصحيح. وحتى دي طب اراء ايه برضو. رأيك في ناس، اتفضل. يعني ايه رأيك في ناس كانت حياتهم عادية، بس بسبب ان طرف من الطرفين شك في تصرفات الطرف التاني وبدأ يراقبه، عارف ان هو بيتخان او عارف ان هو بيتغدر بيه، ففصل العلاقة، انفصل، خد قرار الانفصال. والطرف اللي خد قرار الانفصال دوت اعتبر ان هو كده انقذ نفسه. يعني ايه انا رأيك في السيتويشن ده كده كله على بعض؟ بالنسبه لي انا، قرار الانفصال قرار محترم. لو انا حسيت ان انا مم. زي ما كوتش توني قال ان انا نوت اناف، اوكي، بس ستيب 1 هو يروح وصل له عن كوتش. طريق المراقبة، عن طريق يعني المراقبه مشي ورا. هو هنا مم. اتصرف بطريقه تناسب وعيه بقى. يعني هو هنا ده في درجه وعي شويه كويسه، ما عملش بقى الافعال التانيه السيئه. فهو مم. هنا مشي لما عرف ان هو بيتخان، لكن برضه هتبقى جواه جروح عاطفية، حاسس بالقلة وحاسس بقلة القيمة وحاسس إن هو مش راجل، وهيقعد الموضوع جوه الكونشنس مايند يلف جواه 100,000 مرة، ومش هيتحل بسهولة. ما هو انتوا معانا وبرضه هيحتاج وعارفين. لمتخصص. مم. طبعا، طبعا. هو انا لما يدخل في دماغي فكرة ان ست بتخوني، او هي تدخل في دماغها ان فكرة ان الراجل بيخون دي حاجة سهلة، أفكاره هتقعد تلف 48 ألف مرة في اليوم. مش هيعرف ينام، مش هيعرف يشتغل، مش هيعرف يحقق أي حاجة خالص، مش هيعرف يقف قدام ربنا حتى في سجادة صلاة أو في دعاء. مم. إحنا هنضحك على بعض، هو ده مش هيعرف يعمله. دماغه هتقعد تفكر، لأن هو وصل بنفسه إن هو بقى في درجة إن هو قليل جدا قدام نفسه. والراجل اللي بيتخان أو الست اللي بتتخان أكيد هي عندها ميسنج، يعني أكيد هي عندها ميسنج في حاجة. الخيانة لما بتحصل نوع من أنواع الخيانة، الطرفين بيكونوا غلطانين. هي بقى بيبقى عندها سيطرة وتحكم،
هو بيبقى عنده هرمونات الأنوثة عنده مرتفعة، مرتبط بأمه أكتر من اللازم، بتبقى في مشكلة حاصلة. برضه لما نوصل لمرحلة إن إحنا مش متقبلين بعض، أو إحنا وصلنا لحيطة سد في علاقتنا، لازم نلجأ لمتخصص ونتكلم معاه ونحل. إمم. وبعدين ما عادش حد عنده حجة. يعني بصراحة السوشيال ميديا فيها كل حاجة، والكوتشز والهيلرز موجودين على السوشيال ميديا بيقولوا كل حاجة. ما فيش حد عنده حجة خلاص بقى ان هو يقعد بقى لسه في زون ان هو يراقب ويفتح التليفون ويروح يجيب هاكر يفتح تليفون مراته ويشوف صورها. طب انا لما هجيب هاكر يفتح تليفون مراتي ويشوف صورها او العكس؟ طب ما انا بفتح جوزي عند الهاكر او مراتي عند الهاكر اصلا. يعني بخلي طرف ثالث يدخل بطاقته جوه علاقتي بمراتي او علاقتي بجوزي او بالشخص اللي بحبه. بقعد اعمل بقى ايه؟ دمج طاقات، تبادل كرمي، قرف يعني بدخل العلاقة من ان هي تبقى علاقة ما بين طرفين، بدخل فيها بقى ناس تانية كتير بقى تانية، واللي إمم. يشور عليه يروح لشيخ، واللي يروح لمش عارف مين، واللي يروح ايه. كل ده ما بيحلش حتة النقص اللي اتوجدت عنده او عندها. انا حسيت ان انا يعني بتخان، او هي إذًا حست كده ان هي بتتخان. الطرفين. إمم. اه، اصل الست كمان من الصعب جدا ان هي تخون جوزها. يعني الراجل سهل، يعني الراجل سهل ان هو يخون، يعني بيفكر قليل في ان هو ما يخونش. لكن الست صعب جدا، لان الست لما بتحب حب حقيقي ما بتقدرش تدي نفسها لراجل تاني، ودي فطرتها، ربنا خلقها كده، ما تعرفش تعاشر الا راجل واحد. كل الديانات اللي في العالم، كل الديانات اللي نزلت، كل القوانين، الست ما تقدرش تعاشر غير راجل واحد بس. يوم ما تدي نفسها وجسدها لراجل تاني، يبقى هي بتعاني معاناة شديدة من الحياة اللي هي عايشاها، يبقى هي في معاناة حقيقية. فلازم هنا فكرة ان انا بقى احس ان أو ان هنا في مشكلة، لازم على طول دي تروح للمتخصص على طول، وبتخضع لعلاج شديد. مش موضوع كمان ما يعني في بيبقاش جميع سهل. الأحوال سواء لو في مراقبة ووصلنا في النهاية إن فعلًا كان في مشكلة، فالاتنين مشتركين في المشكلة دي، طبعا. سواء الطرف اللي خان أو اللي اتخان، هُم الاتنين طبعا. عندهم مشكلة. بس طبعا. أنا طبعا still احنا. يعني شايفة إنه اتفضلي. المشكلة أساسها بيبقى جاي من حاجة متخزنة قديمة أثّرت عليهم نفسيًا، يعني ممكن طبعا. تكون مشاكل طفولية، مشاكل صدمات حصلت في الطفولة. يعني لو coach توني يقول لنا إيه اللي وممكن ممكن هقول حاجة يكون حصل بس. لهم في الطفولة؟ ممكن تكون كمان لان احنا في فتره، يعني احنا كمان اسس الاختيار الزواج عندنا ما بتبقاش مبنيه على اسس سليمه. يعني احنا الاختيار عندنا معظم جواز الصالونات، ده فكره فاشله، فالبيوت إمم. بتخرب بسببها. ان انا ببدا اتعرف على مراتي بعد 10 سنين، بعد 15 سنه، ببدا اشوف عيوبها الحقيقيه، عيوبها النفسيه. يعني باخد الحلو من العلاقه، وبعد كده بيتبقى لي ايه؟ بيتبقى لي الجروح والالام والوجع واللي بدل ما يتبقى لي المودة والرحمة اللي ربنا قال عليها. فأساس الاختيار من الأول غلط. فلما أنا أتعرض إن أنا في هنا مشكلة في الحتة دي، في اللاين ده، لازم أقف مع نفسي وقفة كبيرة جدا وأشوف ده حصل ليه أصلا. ده بفكرة إن أنا شكيت والجأ إمم. لمتخصص واروح واشوف وكذا وكذا وكذا. لكن راجل يوصل لدرجة ان هو يوصل بنفسه ان هو يعمل حاجة زي كده، ده بيقلل قيمته بشكل كبير جدا 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 جدا، وبيقلل كيانه الذكوري. وبصراحة ما بيبقاش هنا من ضمن الذكور اصلا، لانه بيبقى قليل قوي قدام مراته، حتى لو هي بس اللي عرفت، بيبقى شكله قليل قوي قدامها وفي عينيها.
اما تخش تشوفه بيفتح شنطتها او بيفتح موبايلها، او تعرف ان في هاكر فتح تليفونها وهو اللي قايل له، ياه انت هتكمل معاه ازاي؟ طب لما هي فكرة الانفصال فكرة واردة، هو انا لازم الاقي دليل عشان انفصل؟ طب نمشي من الاول باحترامي وبكرامتي، اهين نفسي ليه؟ يعني انت قصدك ان انا بمجرد ان انا شكيت في الشخص اللي معايا، هو كده كده مجرد ان انا شكيت فانا مش حاسس بالامان، فده انا امشي من العلاقه احسن. اه اساله، هل انت فعلا بتعمل كده؟ طب انت عملت كده مثلا، لو انا باقي بقى، او لو انا راجل بمعنى الكلمه وعاوز اصلح، ما هو الراجل اللي بيصلح. لا هي بس انا مش معاك في النقطه دي، مش مع شرط. احترامي الراجل بيصلح، ما عنديش ازمه في ده، في بس راجل ما يستحمل انه فيش يصلح، وفي راجل راجل ما يستحملش. ما فيش راجل هيستحمل ان مراته خانته حتى لو شغال. ماشي معاك، حتى شفت انت قلت ايه؟ وده بيقلل من رجولته، هو اي حد اصلا شايفه حتى لو ست. شايفه كوتش توني قال ايه؟ وصلنا لنفس النقطه. مم. اول ما الراجل بيشوف حاجه زي كده، او بيسمع حاجه زي كده، او بيحس حاجه زي كده، بيحس بالقله وبيحس بجرح كبير جدا في الذكوره بتاعته، وكذلك طيب الست خلي كمان. بالظبط، اي حد في حاله الالتزام مش هيقعد مع حد عشان. بالظبط. وبعدين يعني عاجبني الموضوع جدا بعيد. جمله انت قلتها، اه بتاعت انت بتدخل العلاقه في طاقه حرب. هو اصلا ما فيش اه علاقه عشان تدخل في طاقه حرب او مش حرب. لا، بلاش العلاقه، الكينونه اللي احنا عايشين فيها. احنا كنا في علاقه جواز ايا ما ناجحه تكن دي انتهت وفشلت، قبل ما نبدا. وحد من الطرفين خان. يعني احنا في علاقه وحد من الطرفين خان، فانا هنا بحول البيت لساحه حرب. هبدا بقى ان انا افكر لها وادبر لها، وهي تحس ان هو بيعمل فيها، فتروح بقى هي مبلغه عنه مباحث الانترنت، فيروحوا قابضين عليه، مم. فيجيبوا الهاكر، فالقصه هتتحول فعلا لساحه حرب، وهيحصل اشتباك ظلامي رهيب، عشان حاجه واحده بس، عشان انا ما نفذتش كلام ربنا اللي قال لي عليه ولا تجسسه. يعني انا العلاقه فكره كانت انتهت الايه، الفكره الايه نفسها انا ما بنفذهاش ليه؟ وبعدين دي حاجه مش مستنيه ان عشان انا في يجي لي اللحظه في وقت. دي. امم انا اسف للمقاطعه، بس في اللحظه دي هو اصلا ما فيش ربنا عشان تقول لي الايه. تمام، انا في اللحظه دي تحت تاثير الايجو بالظبط. بتاعي. انا في اللحظه دي اصلا مش في علاقه. ما هو انا الشخص ايوه. عشان طب انا يخوني معلش، انا معناه ان هفهمك هو بقى. نهى علاقته بيا وبنى طب علاقه لو مع لو شخص انا اخر. لو انا بقى استخدمت الدين هنا كستاره، وقلت ان ربنا كشف لي الحق في الوقت ده عشان اشوف بعيني الخيانه. لا ده انت مبررات التدين، ده مبرر الايجو، ده مش حقيقي. اه، وفي تمام. شيوخ يروحوا يقولوا ليها، او يقولوا ليه وده ربنا كشف لك الحقيقه، ده جالك كشف عشان يبين لك انت عايشه فين او انت عايش فين. ما هو ده ظلام يا جاله جماعه، كشف. يعني هو ده. اه يقول لها انت اللي حصل ده كشف عشان يثبت عن لك، طريق او يثبت التجسس. لك ان هي بتخونك، انت كده ربنا بيحبك. بس خلينا نتفق ان ساعات رجال الدين بيبقوا عايزين يطبطبوا بشكل ما، بيبقى يطلع بطريقه غير مظبوطه، يهدي النار اللي جواه. تمام، يهدي احساسه هو انا حصل فيا ليه، او يهدي السؤال، اجابه السؤال بتاع هو انا حصل فيا كده ليه، عن شكل ان ده ربنا kind of love، ان ربنا بيحبك. بس دي قصه تانية. بس خلينا بس نرجع بس لنقطه اكيد اصلا في بس اكيد الخيانه. لا، ما هو انا بقى لازم في حاله زي دي، معلش مش هسيبها. ما ينفعش انا ادخل ربنا بقى في الحته دي. ربنا مين اللي بيكشف لمين آه، الموضوع عن طريق اكتشفنا ازاي؟ التجسس؟ عن طريق المراقبه، التجسس. اه. ايه ده يعني؟ هو احنا سمعنا عن نبي او عن رسول او عن حد من الصالحين اتجسس ولا راقب؟ سمعناها فين ولا بص انا شفناها مش فين؟ يعني بص شفناها انا مش فين؟ مش عنديش كومنت على الحته دي.
ربنا كشف او ما كشفش عن طريق المراقبه، دي حاجه ما تخصنيش بصراحه، عشان اقدر ارد عليها. بس مفيش مبرر للخيانه، وحتى لو هو عرف عن طريق المراقبه ان مراته بتخونه وطلع مراقبته صحيحه وهو قرر ينفصل، ففعله هنا مبرر. حلو. بكافة الأحوال. طريقة طب الطريق اللي مشي فيه طب طريق مظلم، ثانية أنا واحدة. متفق معاك س... جدا. س... ثانية واحدة بس، هاجي لحضرتك في النقطة دي. حضرتك قلت إن هو هيقرر إن هو ينفصل، تمام؟ مم. بس ده لما بيكون في صحة نفسية متوسطة. لكن لو هو في صحة نفسية بقى قليلة قوي، هيتصرف تصرف تاني. يعني احنا هنا برضو هنقيس الموضوع على حسب مستويات الصحة النفسية لكل واحد. يعني لو هو قليل قوي هيعمل كوارث وهيساعدوا ناس ما هما كتير. الاتنين في صحة نفسية قليلة، انا مش قصدي هما اللي خان الاتنين، انا واللي اتخان. قصدي، مش قصدي، انا قصدي السلوك. حضرتك قلت انا مم. لما هعرف ان حد بيتراقبني او بيتجسس عليا، السلوك بتاعي ان انا هنفصل. مم. تمام. لكن لو هو في صحة نفسية قليلة جدا هيعمل تصرفات تانية، ولو هو في صحة نفسية مرتفعة جدا هيعمل تصرف تاني. هيستخدم اللي ربنا قال عليه، هيستخدم الستر. احنا فكرة في الأصل هو إحساس إن أنا راقب شخص آخر جاي من إحساسي بالشكل اللي أنا مش كفاية. حلو. اكتشفت بقى إن الشخص الآخر ده خاني. هو فعل الخيانة ده معناه إن أصلا ما فيش علاقة عشان أنا راقبها. هو الشخص الآخر اللي راح خان، أنا الراجل أو الست، هو ساب العلاقة معايا وراح بقى في علاقة مع حد تاني. هو ما بقاش في علاقة معايا، قاعد معاه بقى. حسب، هو أنا لو أنا الراجل فأنا مجرد سبلاير، بعيش وباكله وبصرف عليه مثلا. لو أنا الست ممكن عشان بيني وبينه عيال فبيسيبني أربي العيال، لكن هو أوريدي العلاقة دي انتهت حتى لو هي على الورق موجود. تمام. بشكل من الاشكال. طبعا في ظلم لكافه الشخصين في الحاله دي. ماشي. لو هو التاني قاعد عشان يصرف عليها، او هو قاعد عشان تعمل اضراب العيال، فهو ظالم الشخص الاخر. وما فيش علاقه، العلاقه اصلا منتهيه من بدري. ثم احنا وصلنا لحته الخيانه. قال انت قلت برضو حته وانا لا تعقيب عليها: الخيانه الجسديه اسهل للراجل، لكن الخيانه المشاعريه اسهل للست. والست في العصر الحالي في السوشيال ميديا وبدراسات بقت نسبه الخيانه عندها اعلى بكتير من الراجل. تمام. ان الراجل يدخل في علاقه مع واحده ويوصل معاها للحته دي في مستوى العالم، هي بتبقى صعبه جدا. حلو. ممكن بقى شكل، فلوس، اي حاجه، غير طبعا البنات اللي عندهم اضطراب وبيحبوا الرجاله المتجوزين، دول قصه تانيه. دول قصه تانيه. تمام. فلا في سهوله في الحته الخيانه. تمام. وبالذات الخيانه المشاعريه عن الخيانه الجسديه. تمام. بحاجات كتير جدا، ان هو ما بيهتمش، ان هو ما بيسمعش، ان هو طبعا ده مش مبررات او ما مبررش الخيانه لاي احد من الاثنين. طب وما بنتكلمش ان الطريق بالنسبة سهل او لك، صعب، بس لا. في حاله الخيانه امشي من العلاقه احسن لك، احسن ما تعمل كده في نفسك. لو انت وضحت ان انت اوريدي بتعمل كارما. واحب اسمع راي كوتش رانيا، معلش اه، انا اسف. اوكي. احب اسمع بقى الراي الانثوي عشان احنا ادينا الستات على دماغها او انا اديت الستات على دماغها في الحته اللي فاتت دي. بحب اسمع راي كوتش رانيا في النقطه دي، بعد كده نرجع لك. هو بالنسبة لأن الخيانة بالنسبة للراجل أسهل، أنا معاك جدا في الجزئية دي. يعني حاليا فعلا ما بقاش، لا، الخيانة بالنسبة للراجل أسهل، لأن هي فكرة الخيانة من زمان على إن هي خيانة جسدية وبس، فكانت واخدة طريقها مع الراجل الأول. لكن حاليا ما بقتش مجرد خيانة جسدية بس، الخيانة بقت أنواعها كتير. وبسبب طبيعة الحياة اللي احنا عايشين فيها، فلا بقى في زي كده فراغ عاطفي كبير قوي بين كل الأزواج تقريبا. ده بيسمح لأي حد فيهم إن هو يقدر
يخون مشاعريا ويخون فكريا ويقدر يعمل كل اللي هو عايزه، والسوشيال ميديا موجودة والناس موجودة كتير، فما بقاش في فرق، الاتنين بقوا تقريبا على نفس ما بقاش في دي تقدر تخون وده يقدر يخون. بس انا عندي هنا يعني كومنت على حاجة واحدة بس، ان لما بنوصل لمرحلة الخيانة هي كان فيها مراحل قبل كده كتير قوي، بالظبط. وانا مع كوتش توني جدا في ان اصلا هي خلاص ما كانش فيها علاقة قبل الخيانة، يعني هي خلصت وبعد كده حد فيهم خان، فاوريدي ما كانش فيه علاقة اساسا، هي في حاجات كتيرة قوي حصلت قبل كده، في مواقف كتيرة، في حياة كانت بتموت لغاية ما واحد فيهم قرر ان هو ياخد الخطوة اللي هي النهائية اللي قفلت الحكاية خلاص. فلما الطرف التاني هيبدأ يراقب، هو المفروض مش هيبدأ بقى يراقب خلاص، المفروض قبل ما يراقب هو يرجع يقيم اللي حصل قبل كده كان ايه، هو انا ليه دلوقتي عايزة اراقب، هو انا ليه دلوقتي شاكك ان في خيانة اصلا، اشمعنى دلوقتي ده، بان انا بتكلم على الحياه اللي كانت ماشيه كويسه ومره واحده حد فيهم بدا يحس انه لا انا شاكك وعايزه اروح اراقب، لا انا مش هروح اراقب، انا هبص في الحياه اللي فاتت قبل كده ايه اللي وصلني لمرحله ان انا جاي دلوقتي شكيت وعايزه اراقب. اكيد في حاجات كتير ماتت قبل كده، اكيد في حاجات كتير باظت قبل كده هي اللي وصلتني للستيب دي، ان انا جاي دلوقتي عايزه اراقب علشان ايه بقى اللي حصل. فقبل ما هوصل للمرحلة دي أنا لو جيت رجعت لورا، أو الطرف اللي جاي هيراقب ده رجع لورا، هيلاقي إن كان في حاجات كتيرة وقعت قبل كده ممكن تخليه ياخد قرار الانفصال أصلا قبل ما يروح يراقب، هيلاقي إن الحياة فعلا خلصت وانتهت، وإن حتى لو الطرف التاني رجع يعني ظهر إن هو خاين فهو مش محتاج إن أنا أراقبه، سواء بقى هو خاين أو مش خاين هي الحياة خلصت فعلا. فأنا دلوقتي هروح أراقبه ليه بقى؟ أنا لما بدأت أشك أنا بقى رايحة أراقب ليه؟ أنا رايحة أراقب علشان ألاقي الإجابة على سؤالي اللي تخليني أنفصل فعلا، ولا اللي تخليني أدخل الحرب وأبدأ بقى أنتقم وأدخل في سكك تانية اللي هو لأ وحقي وأنا إزاي يتعمل فيا حاجة زي كده، أنا رايحة أراقب ليه أصلا. فهي اتجاه من الاتنين، يا هرجع لورا أبص في الحياة اللي باظت وآخد قرار الانفصال برضو، يا إما النوع التاني اللي هو في مستوى صحة نفسية قليلة بقى وده قليلة جدا، اللي هو أنا هراقب علشان أجيب حقي أو أراقب علشان أنتقم أو أراقب علشان الهدف اللي هو عايز يوصل له في الاخر، او عشان يحس ان هو فعلا ياكد لنفسه فعلا ان هو ما كانش كفايه فياكد فكره قديمه موجوده جواه. ده بالنسبه للناس اللي كانت حياتهم كويسه ومره واحده حد قرر ان هو يراقب. صحيا ومنطقيا وعلى المستوى النفسي هي الحياه فعلا خلصت قبل ما يشك في الطرف التاني، قبل ما يبدا ان هو ياخد خطوه المراقبه. فالصح انه هيرجع لورا يشوف انا ليه عايزه اروح اراقب دلوقتي. اما بالنسبه للناس اللي هم اوريدي المراقبه في شخصيتهم، هو طبيعي بيراقب من زمان، هو متجوز وهو كده او هو باني كل علاقاته على المراقبه، فدي مشكلته الاساسيه جايه من مشكله في الطفوله، هو اتربى بشكل معين، حصلت له صدمات معينه اثرت عليه نفسيا فبقى كده، بقت دي شخصيته. ولو هتكلم على الازواج، الزوجين بيبقوا عارفين حاجه زي كده عن بعض، يعني لو طرف فيهم دي مشكلة أساسية عنده في شخصيته إن هو شخصية مراقبة، الطرف التاني بيكون عارف على فكرة، بيكون عارف من طبعا. أول يوم، وساعات بيكونوا عارفين من قبل ما يتجوزوا أصلا، فإن هم دخلوا في العلاقة وخلاص الطرف ده قبل إن هو يتجوز حد أو يكون موجود مع حد شخصية بتراقبه ومراقبة تصرفاته بحد ولاغية كل حدوده النفسية، خلاص هو وافق إنه يدخل في العلاقة دي فهيتحمل نتيجتها. فده بيكون مشكلته من زمان من قبل كده، وفي الحالة دي هي ما بتفرقش بقى راجل أو ست، هي كده كده في الحالتين الاتنين بيكونوا زي بعض بالظبط. بس ما عنديش حاجة تانية أقولها في الجزئية دي. بس فعلا يا ريت كوتش توني، لأن أنا عارفة إن هو يعني عنده خبرة كبيرة في الطفل الداخلي، يقول لنا إيه هي صدمات الطفولة اللي ممكن تكون حصلت لأطفال وهم صغيرين وصلتهم إن هم يكونوا في مرحلة الجواز أو في علاقاتهم عموما يكونوا شخصيات مراقبة وبيستمدوا أمانهم من المراقبة. زي إيه مثلا ممكن يكون حصل لهم إيه؟ لا، حصل لهم حاجات كتير. بس هو في اصلا
القصة كلها بتبدأ من تواجد الأب والأم في حياة أطفالهم. هل هو تواجد إمم، دائم ومستمر؟ هل الطفل ده حاسس بالأمان ولا مش حاسس؟ هل الأب موجود؟ وبالذات في جزء المتعلق الأب لازم يبقى موجود في حياة ابنه وبنته. الأم موجودة ولا لأ؟ هل الطفل ده شاف أصلا أبوه بيراقب والدته أو والدته بتراقب أمه؟ سمع الكلام اللي بيحصل بين أمه وخالته، بين أخته وأصحابها؟ حاجات كتير ممكن يتعرض لها الطفل وهو صغير. لكن أحد إن في شخصية في طفل بيطلع عنده في اضطراب في الإيجو بتاعه، إن هو طفل هيطلع شكاك، هو أوريدي خايف، هو عنده إحساس كبير بعدم الأمان بسبب الأب والأم. إما كلامهم كان بيتغير بشكل متكرر، فهو حاسس إن هو في تناقض بيحصل. آه، ممكن حصل حاجة مثلا فالأب قال له معلش، ده خد ماما على قد عقلها المرة دي، مش عارف إيه، شاف شكل الطريقة مختلفة. فلا بيحصل النفس البشرية عامة أو الإيجو بتاعنا. احنا لازم ما نهملش إن إحنا في الطفولة بتشكل لنا النفس بتاعتنا، الإيجو بتاعتنا. تمام. إمم، وكل ايجو فينا ليه حته في جزء في المراقبه دي، في حد هيرفضها من جانب إن ده مش صح وان ده حاجه غلط، انا ما ينفعش اعمل كده اصلا. وفي واحد هيشوف ان ان لازم أنا استحمل و... و... وان إن هو بيعمل كده عشان بيحبني، وان هو بس غيران عليا. والفكره دي اصلا بقت كتير جدا في البنات بالذات في سن المراهقة وأول شبابهم، إن هو بيبقوا لسه مخلصين الجامعة بنسمعها. هو بيعمل كده عشان بيحبني، وهي بتعمل كده أصل هي معلش هنستحملها شوية. وفي نفس هتستمتع بالمعاناة الناتجة عن الخيانة، وإن أنا لازم أفضل معاه، وإن هو ده يعني أنا مش هسيبه. وده يعني فعل المراقبة هنا ده الأسباب حميدة جدا، وإن الألم ده شيء رائع في الوجود، وتتلذذ بده. وفي واحد تاني أصلا مش هيجي في دماغه. فإحنا لازم نبقى واقعيين إن مش كل الناس هتتعامل مع الموضوع ده بنفس الطريقة، ومش كلهم هيحبوا ينتقموا. في ناس بفطرتها هتقول لك يا عم يلا في 60 داهية سلام إمم، أصلا. حلو. وفي واحد تاني من هيبدل باسورد الموبايل وخلاص. في واحد اخر اصلا مش هيعرف ان هو بيتراقب اللي هو يعني. بس احنا لازم نراعي ان مش كلنا اتعرضنا نفس الحاجه واحنا اطفال، ومش كلنا اتولد لنا نفس الايجو، او مش كلنا عندنا نفس الفطره اللي هيتعامل معاها بنفس الشكل والموقف. في ناس ممكن مجرد ان هم حسوا ان الشخص الاخر ما بقاش ايموشنلي افيلبل في العلاقه دي، يسيبوه ويمشي، مش هيوصلوا للمرحله دي وهم في مستوى صحه نفسيه أيوه، عاديه عادي جدا. وفي واحد هيقتل مراته عادي، ده موجود وده موجود. وفي واحده مم. هتقتل جوزها. تمام. ما ماشي. حصل في حادثة بس قريبة، كانت امبارح نازلة على الانستجرام. واحدة قتلت جوزها وعياله من مراته الأولانية عشان غيرانة عليه. عارف. فانت هنا هي ما كانتش محتاجه تراقب، فتخيل هي اصلا شاكه. آه. دي مش هتراقب، هو اصلا جوزها بيكلم مراته الاولانيه عشان بينهم وبين عيال. فهي هتراقب ايه؟ سميته هي هو اكيد هتفتح الواتساب تلاقيها موجوده. أو لو ممكن بس تسمحوا لي، هو الطفل الداخلي اللي ممكن إن هو موضوع المراقبة ده يفرق معاه شوية، اللي هو بيتهجر، يعني اللي هو بيتم إمم، هجره، أو بيبقى خارج من والديه، أب وأم مش مهتمين بيه، فهو حاسس بالهجران طول حياته. فأول ما أو حاسس برضو بالقلة
أول ما بيلاقي حد بقى يمسك في قفاه بيعمل تعلق. فهنا بقى ما تسيبنيش، خليك معايا، ما اقدرش اعيش من غيرك. إمم. لان هو طول عمره مفيش حد شايفه اصلا، مفيش حد مهتم بيه اصلا، عايش ما حدش شايفه، مش موجود. فبيروح ده ماسك بقى اللي في اتعرّض الطرف لإهمال عاطفي. الاهمال العاطفي، الهجر إمم. طبعا، وقلة القيمة، ان انا على طول بهين ابني او بنتي. بالضبط آه. فاول ما يجي حد يقول لي كلمتين بقى بمسك في قفاه على طول، بمسكه بقى، ما تسيبنيش، إمم. واستحمل بقى منه اللي يعمله بقى مهما يعمل. يعني انا خلاص بقيت ملطشه بقى، يعني لان انا الإنسان طول ده كده اللي عمري. هو انا بدأ عندي يراقب، هو كده بيراقب عشان خوف من التخلّي عنه أو هجره. طبعا طبعا طبعا، هو ضحيه، هو ضحيه، إمم. ضحيه ابوه وامه اولا، ضحيه نفسه ثانيا. يعني ده فاهم، والطرف اللي التاني الاخر في الاخر، في المرتبه الاخيره. لكن إمم. احنا بنجيبها من الاول لان الفعل كبير، فبنروح رايحين للطرف اللي عمل الفعل. لكن إمم. هو اصلا بالضبط. في بروسس، ان هو انت يا حبيبي ما بتحبش نفسك ليه؟ ما تحترمش نفسك ليه؟ يعني دي الفكرة. وانا برضه حابب اقول حاجة اخيرة، ان فكرة الايجو اللي احنا اتكلمنا عنها، الايجو هي النفس، ونفس وما سواها. انت بقى تلهمها فجورها، تلهمها تقواها بتاعتك. يعني النفس دي ربنا اداها لك امانة واداها لك هدية. والله انت عايز تقومها وتمشيها في الطريق السليم وتشتغل عليها، اتفضل، الباب مفتوح والسكة مفتوحة. عايز تمشيها في الحتة التانية، اتفضل برضو، بتاعتك والحياة مفتوحة. لكن انت في الحالة دي وفي الحالة دي هتسحل وراك ناس هنا وهتسحل وراك ناس هنا. يعني ما احنا لازم نزكي نفوسنا، يعني احنا هنعمل ايه يعني؟ لازم واروح واتعالج واشوف نفسي، حتى من قبل لما ارتبط بشخص اخر. لو انا طبيعتي الشك، اروح اعالج الشك. هو ذنبه ايه الطرف التاني ان انا اعرضه لحاجه زي كده واقلل قيمتي ليه إمم. قدامه؟ لا، اروح اتعالج الاول. وانصح جدا ان اي زوجين مقبلين على آه، فكره الجواز، قبل الجواز لازم يعملوا اختبارات. لان في ناس ما بتتناسبش مع بعض. إمم. يعني في ناس، في مثلا شخص مشاعري جدا، والست طبيعتها مش كده، تقول لك عليه ملزق. واحد تاني منتل جدا وهي مشاعرية جدا، تقول لك ده عايش في المستقبل. طب ليه؟ طيب احنا نعمل كده ليه؟ طب تعالوا بقى يا حبايبي، انتوا دي مشكلتوا ودي قادرين تعيشوا مع بعض، ولا تسيبوا بعض من دلوقتي في سلام وفي راحة، وكل واحد فيكم يشوف الشخص اللي يناسبه. نرجع برضو ان اساس الاختيارات من الاول كان غلط، الحياة بايظة، الاسر إمم. مبنية على غلط. فانا يعني الفكرة كلها ان احنا لازم نخضع لعلاج في كل المراحل بتاعتنا. قبل الجواز اعمل الاختبارات بتاعتي، عندي مشكلة جوايا اروح اعالجها، اشوف نفسي ادور عليها. لان طول ما انا براعي نفسي وبدور عليها وبفهمها، طول ما انا اللي قدامي هيجي يقدرني ويحبني ويديني كل اللي انا عاوزه. طول ما انا بهين نفسي وبدوس عليها، هيجي اللي يديني فوق دماغي، لحد لما افضل بقى في الحياة والدروس والتجارب واحنا فاهمين ده ومرينا بده وشفناه كتير وسمعناه كتير جدا. إهانة النفس دي شيء صعب حقيقة، يعني لأنها دي مش بتاعتك، دي هدية ربنا بيديها لك أنت تحافظ عليها. فأنت ما حافظتش عليها، آه، تحمل بقى اللي هيحصل في الموضوع. هي المشكلة كلّها جاية من حُب الإنسان لذاته، يعني من حُب الذات. طبعا لو الإنسان عنده حُب لنَفْسه وتقدير لنَفْسه،
وعنده يعني على درجة من الوعي. في جملة حضرتك قلتها كويسة قوي، إن الشك نفسه هو حالة كده مرضية، الإنسان طبعا. محتاج يروح يتعالج منها قبل ما يدخل في أي ريليشن. مش بالظبط. حكاية أنا شخصيتي كده، أو أنا باحب أبقى عارف كل حاجة عن اللي حواليّا، يبقى كده في حاجة كل إنسان محتاج إن هو يوصل لها، هو مراقبة نفسه، إن أنا أراقب تصرفاتي والحاجات الabnormal اللي فيها أروح أعالجها، بالظبط، في لإن مش فضول حاجة. طبيعي إن أنا أكون باراقب اللي حواليّا ولا حتى بمجرد فضول عادي. في فضول كويس، يعني مثلا في فضول ان انا يبقى عندي شغف للعلم، يبقى عندي مثلا فضول ان انا اعرف حاجات جديدة، ان انا يعني لو انا عندي الحاجة دي ومش عارف اوظفها في مكان صحيح، ممكن حد يساعدني ان انا اوظفها في الحتة الصح. يعني إمم. لو انا عندي فضول وشك، طب ما انا احط الشك بقى في حاجات تنفعني. اشك مثلا في التجربة دي هتنجح ولا لا، اقرا عن الكتاب الفلاني، اشوف المرجع الفلاني، ابحث مثلا في الاي اي عن الحاجة الفلانية، اقعد بقى ان انا اشتغل، احطها في حتة مفيدة، اطلع منها ثمرة كويسة. لكن انا ليه احطها في حتة فاسدة؟ يعني احط الشك والفضول ليه في مكان فاسد؟ ما هيطلع ثمار فاسدة. طب ما انا احطها في حتة كويسة تطلع لي طب نجاح، تطلع خلّيني لي بقى فلوس. من الجزئية دي في سؤال مهم أوي. يعني في ناس كتير جوّه علاقات وعلاقاتهم حلوة ببعض، بس هُم شايفين إن معرفتهم بتفاصيل حياة بعض دي كده حاجة مريحاهم ومخلّياهم مبسوطين، وبيسموها الفضول الصحي. يعني إحنا عارفين كل حاجة عن بعض، فكده إحنا حياتنا ماشية تمام، كده إحنا علاقتنا كويسة، ما فيش حد قادر يعمل بيننا مشكلة، عارفين تفاصيل حياة بعض، فهُم كده already مرتاحين. إيه بقى هنا الفرق بين الفضول الصحي في العلاقات وبين المراقبة؟ يعني إيه الفرق بين إن أنا أكون عارف كل حاجة عن الشريك بتاعي وإني أكون باراقبه؟ انا هجاوب اجابة بسيطة وهسيب توني يكمل. في حاجة اسمها الحدود إمم. النفسية. يعني احنا اتسحلنا وقعدنا عملنا برامج كتيرة جدا على نفسنا عشان خاطر نحط لنفسنا حدود نفسية. في حدود نفسية لكل واحد، في مساحة أمان خاصة لكل واحد، ما ينفعش حد يخترق، ولا زوج ولا ابن ولا أم ولا أب ولا أي حاجة خالص. في مساحة خاصة لكل واحد، حدود نفسية ما ينفعش حد يجي عليها. وانس إن التاني اخترقها، أنا مش هبقى مرتاح ومش هبقى حاسس بالأمان أصلا، ومش هبقى مستريح، وهبقى قاعد له بقى واقف له على الواحدة، وبتلكك له ومستني له وبحوش له، إمم. لأن أنا مخترق. طب ليه؟ يعني إيه فضول صحي؟ مفيش حاجة اسمها فضول صحي. الفضول فضول. الفضول الصحي إن أنا أروح أحط الفضول ده في علم، في فن، آه، في تجربة. لكن أحطه في علاقة، بصراحة يعني ده أنا بحس إن دي نوع من أنواع الدونية يعني بصراحة. وتوني ممكن لو هو عنده رأي تاني يقوله يشاركنا بيه. كنت توني كده قُل لنا إيه رأيك فيها؟ الجملة اللي منتشرة حاليًا ده فضول صحي، ده إحنا كده علاقتنا لطيفة وصحية وعارفين كل حاجة عن اه، بعض، فدنيتنا تمام. خلينا نتفق اتفاق إمم. ان دي حاجة نسبية. حتى الحدود مختلفة. يعني حدودي انا في علاقاتي مثلا مع شريك حياتي غير حدود حضرتك مع زوجك، او غير حدود كوتش محمد مع زوجته. دي حاجة مختلفة بيني وبينك وبينها. تمام، مش كلنا راسمين نفس إمم. الحدود. فكرة البرايفسي نفسها مختلفة. هو ايه البرايفسي بالنسبة لي مختلف عن البرايفسي بالنسبة لك بالنسبة لكوتش محمد. فدي حاجة متسابة للناس، كل واحد وتقديره على إمم. العلاقة. أيا من يكن المسمى فضول صحي، في ناس بتسميهاش فضول أصلا. في ناس هي عايزة تيجي تحكي لك ايه اللي حصل في حياتها. لا لا تمام، لا، أنا ماشي، مع ده. لو هي عايزة تيجي تحكي تتفضل تحكي، لكن ما حلو. تجبرنيش إن أنا أحكي. لا، محدش يجبرك على حاجة. يعني ما في أيوه، ده ناس اللي أنا أصلا ما بتكلم بتحبش فيه. تتكلم.
ما ده اللي انا يعني بتكلم فيه. ما هو ما انت هنا هنيجي نتكلم، ما هي واحد تاني حلو هيجي يقول لك هي مش بتهتم بيا، هي طب بس بترغي تعالى بترغي بترغي ناخد بترغي تعالى بترغي ناخد بترغي. تعالى ناخد مثال حلو. حي مثلا. ايه مم. الحدود بتاعتك اللي ما ينفعش حد يخترقها؟ حاجة واحدة مثلا. لا انا الحدود بتاعتي في علاقاتي ان احنا والله متفقين، عندي حدود ان احنا ما نبقاش بنكذب. حلو. يعني انت انا مش هروح الكذب اعرف بالنسبة الكذب لك، ده انت الكذب بالنسبة لك ده خط يعتبر احمر. حد، خط احمر. من حدودي احنا حلو ليه حلو. نكذب؟ اه بالظبط. معنى ان احنا بنكذب معنى ان احنا خايفين في علاقه مش حاسين بالامان. طب اه ليه اقعد في علاقه مش حاسين بالامان؟ تمام. اوكي. ده ماشي. اللي ده اللي آه. اه تمام. فده حد ممكن نتسامح فيه مره مثلا. حلو. بس مش كل مره. انت كل مره هتعمل الحاجه وتيجي ما تقولها ليش. وفي ناس اصلا بتشجع ولادها ان هم يكذبوا في العلاقات مثلا لغايه ما الجوازه تتم او لغايه ما العلاقه تمشي او هو مش شرط يعرف كل حاجه عنك. حلو. فهيجي يضطر الشخص الاخر يكذب، العلاقه بتبوظ. هنيجي نقول له احنا مم. ليه نكذب؟ ده مثلا من الحدود بالنسبه لي. لو احنا ليه نكذب؟ اصل انا كذبت ما بقاش ايه، مش ده من الحدود. انا ليه ايه الكريتيكال هيحصل هيخليني اكذب على الشخص اللي قدامي او اخبي. تمام. ماشي. وفي حاجه ما تخصوش مثلا، هناخد بقى حته البرايفسي مثلا. والله مثلا بتكلم على الشغل. تمام. ماشي. أيوة. او انا شريكي في حياتي شخصيه غيوره، فمثلا عارف ان انا ليا صديق او صديقه بيغير منها مثلا، او زميله في العمل بيغير منها، وانا عارف ده. فقدامي حلين. ايه بقى حدوده هو في الحته دي؟ والله ده الشخص ده بيكلمني في موضوع يخص الشغل، هو ملوش علاقه يعرف ايه اللي احنا بنتكلم فيه. فهي الاجابه هتبقى كده. لا هو انتوا بتتكلموا في جوه الشغل، والله انت مالكش دعوه، ده حاجات تبع تخص الشغل. دي بقى البرايفسي. انا عندي برايفسي بيني وبين زمايلي في الشغل، عندي برايفسي بيني وبين صديقاتي واصدقائي. هو ملوش علاقه يعرف احنا بنتكلم جوه ايه، بس من حقه مم. يعرف العنوان مثلا. ده الشخص ده بيكلمني في حاجه تخصه عن علاقه يعني. خلاص. بس هو ملوش دعوه بيعمل ايه في علاقه. فاهمني؟ ففي حته في الحته دي فيها درجات في البرايفسي. انت شايفه كوتش بس. توني قال لك ايه؟ كل مم. واحد وكل واحد غير التاني، وكل واحد فينا درجات. وهو لقيناه حط لنفسه الوقت كام حد من الحدود، حط له خمس ست حدود وهو انا شرحت بيتكلم لك بس. التشريح ده. ايوه، اه اذا انا هي ماشي. ما ينفعش انا بدي تبقى قاعده مثل بس تتعمم. ف... كل. ف... فهي من الاول ايوه. كل واحد له حدود يقولها في مم. بداية أي علاقة، وما ينفعش يتم اختراقها. لكن أنا بالظبط. أبقى قاعدة مثلا جوزي داخل من بره والنبي هات تليفونك اتفرج عليه، يعني إيه ده؟ حلو. بس ايوه، دي لازم فعلا وظهرت نراعي. في حاجات كتير آه ان حكايه التليفونات اللي في ايد بعض على طول هم بيعتبروها نوع من الحياه. احنا حياتنا بسيطه وعارفين كل حاجه عن بعض وده ويديها الطبيعي. ويديها فدي ويديها الفكره اللي باسورد بتتصدر. إيميله، ويديها باسورد اه، إيميله، تديله باسورد دي إيميلها. الفكره اللي بتتصدر ان هي دي النورمال، هي دي الحياه الطبيعيه اللي بس المفروض ان الناس الطبيعيه اوكي. يكونوا عايشينها بالشكل ده. خلينا نتفق. فبالتالي بقية الناس اللي شايفين انه لا انا ما بيحصلش عندي كده، اذا لا انت مخبي عني حاجة، لا انت مخبية عني حاجة، يبقى في مشكلة، يبقى يلا نراقب بعض علشان حد فينا بيخون التاني. حلو. طيب ما هو لو ده النورمال لايف زي ما انت بتقول اللي احنا بنشير، هنرجع لنقطة اختلافاتنا. حلو. لا إحنا ما قلناش إن ده ماشي. نورمال لايف. لا، احنا بنقول ان ماشي دي بس لا الفكرة هنتكلم ان هم اللي بقوا المجتمع بيصدروها بيصدرها ان هي عن النورمال لايف. النورمال لايف. مم. ماشي. اوكي. دي فكرة غلط، انا مالناش علاقة. حلو. لا بس فكرة غلط برضه لازم تماما، نراعي مرفوضة، اختلافاتنا. مرفوضة تماما، في مرفوضة تماما ماشي ومش لازم صحية. نراعي
نراعي اختلافاتنا. يعني ايه؟ يعني في ناس وفي عادي. مثلا، او في مثلا واحد مش عاوز يقول حاجات تخصه بينه، بتحصل بينه وبين اخواته مثلا، حقه. تقول له هو انا اه كلهم. غريبه، طبعا. وتدخله بقى في ايه، في قصه، وهو يقول لها اخوك كان بيقول لك ايه، ولما ما يعرفش بالظبط. يدخل على ما هي الواتساب دي يشوف هي كانت هي بتقول دي ايه البوينت لاخوها. بالظبط. اه هي دي ما بالظبط برضو البوينت اللي التجسس، موجودة. التجسس مش لازم يكون خيانه، ممكن يخش يشوف اخوها او اختها بتقول لها ايه، او هو اه يشوف اختها او اخوها بيقول لها ايه. ده عيب جدا. ان هو يعني او هي واصل لهم ان الطبيعي ان انا اكون عارفة، او الطبيعي ان انا هو اكون عارف. هو بيسيطر عليها او هي بتسيطر عليه، مش سايبه له نفس. بالظبط. يعني في متنفس، صديق، اخت، اخ، اروح اتكلم اشتكي حتى. ساعات الاخ والاخت او الصديق بيبقوا سيرابي للبني ادم. مم. طب فين وساعات بقى؟ بيدمروا العلاقات. وساعات ساعات بيدمروا برضه. طبعا العلاقات. انا مش قصدي، بس في بقى هنا مساحات امنه لازم تكون مع كل شخص. ما ينفعش دي تبقى مفتحه كده قوي على ماشي، بس بعضها. الحاجات دي بتظهر في اول. يعني والله انا لا، هي بتحصل في اول العلاقه لو في شخص في العلاقه واعي. يعني الحاجات دي بتحصل في اول العلاقه لو في شخص في العلاقه دي واعي وشغال على نفسه، بيحدد وبيقول وانا كذا بيناسبني وكذا مش بيناسبني، وبيحط العلاقه في رسمه وفي لاين كويس. لكن ان احنا نسيح بقى، دي بيبقوا الاتنين عندهم مشكلة. ما دي الفكرة اللي أنا قلت عليها. لازم نعمل اختبارات، لازم نعالج نفسنا، لازم نشتغل على ذاتنا، لازم نفهم، لازم نتعلم عشان نوصل لعلاقات سوية، لعلاقات مريحة. طب أنا ليه معيش في بيتي مرتاح بطريقة تناسبني، وهي كذلك؟ طب ليه بفقد نفسي الطمأنينة؟ ما هو اللي قاعدين شاكين في بعض دول مش مطمنين. مم. بيصلوا ازاي دول؟ انا ما اعرفش. يعني انا وقت واحد انا بقف قدام ربنا عشان اخد شويه احاسيس طمانينه واحاسيس سلام، هحسهم ازاي وانا شاكك؟ يعني وانا شاكك هحس الحاجات دي ازاي؟ مش هتيجي جوه قلبي اصلا، مش هتبقى حواليا في مجالي، يعني مش هتبقى حواليا. يعني انا ربنا خلقني مخلوق من محبه، انا مش هيبقى حواليا ولا محبه ولا سلام ولا طمأنينة. أنا بخلي الإيجو بتاعي يدخل في حياتي يدمرها عشان خاطر أعمل أعرف شوية معلومات. مش معقول، يعني بجد مش معقول. وبعدين انا بتكلم هنا على دمار النفس، يعني انا بدمر نفسي، ما بتكلمش على الشخص الاخر. لان كده كده الحياه بتتكمل، وكل واحد فيهم بيشوف نفسه وبيشوف حياته مع حد تاني، او بيكمل بطريقه تناسبه في الحته اللي تريحه. بس بيتم طبعا صدمات نفسيه عند كل واحد فيهم. مم. طيب ليه من الاول؟ طب ما ربنا قال لي بلاش. وبعدين انتوا متفقين معايا ان احنا نازلين الارض علشان صفات ربنا تتمثل فينا بشكل او باخر، اسمائه. ما ربنا أكيد. الستار، ربنا الستار الرحيم الحليم، هو في صفة اسم من أسماء الله اسمه الفضاح؟ يعني مش ممكن. ده ألف ب. بس يعني يعني واحد يجي يقول لك في اسم من اسماء ربنا اسمه المنتقم. لا، مم. المنتقم. والجبار. احنا لا، لسه بنتكلم أسماء السبت في الله، الموضوع ده. اه أسماء الله الحسنى. في أسماء بتتمثل فيها البشر، يعني بيبقوا خاصة بالبشر، وفي أسماء بتخص ربنا بس. مش كلها، يعني مش طيب كلها البني آدمين. الانسان، في ناس النفس أمارة بالسوء بتحب تنتقم، وطاقة انتقامها اه، طاقة مستمدة. وفي ناس مم. بتحاسبن على، يعني عارف، حتى الحسبان اللي هو حد بيحاسبن على حسبي حد الله ونعم فبيوكل أمره الوكيل. لله. ما بتتردله تقيا بس وانت في ناس عارف. بتعملها من إيش؟
ما ماشي، انت انا عارف عارف ان في ده يا ناس بتعملها توني من اسم ان الله ده، اسم الله المنتقم عادي. ما هو انت عارف ان ده بيترد تقييم. ماشي، انا بتكلم ما على هي فكره ان ما حتى هي في الحكايه التجليات الحكايه النورانيه في كلها، تجليات شخص. الحكايه كلها رايح جاي. يعني بدخل حرب، بدخل سلام، بدخل محبه، بدخل طمانينه. انا اللي بدخل نفسي في المجال اللي انا بكمل فيه برجليا، بدخل برجليا. ادخل منطقه ظلاميه انا دخلتها بمزاجي، ادخل منطقه حلوه انا اللي دخلتها بمزاجي. هو اختيار. هو أنا متفقة جدا مع كوتش توني إن مجرد الإنسان ما وصل للمراقبة هو ربنا مش في الحسبة معاه، طبعا فهي خلصت في الحتة دي بالنسبة له، يعني ما هو ما بيفكرش فيها. طبعا طبعا. ما في حاجه انت اهملتها في حته في ايجو، في النفس الصالحه اللي هتشوف انه هتستخدم اسم الله الستار وتتجلى اللي هو خلاص مراتي غلطت فانا هصبر عليها، وهو متدمر إمم. نفسيا جنبها. ما ده ايجو برضه. لا لا لا، اللي او هيعمل الست اللي هتشوف نفس الكلام في جوزها. اللي هيعمل الحاجة دي هيبقى واحد من اتنين. يا إما واحد فعلا قادر يسامح ويغفر ويستر، يا إما واحد بيضحك على نفسه. الغفران وان هو معلش، مع اه الغفران وان انا اغفر واسامح واستر مش معناها ان انا افضل في العلاقه، مش معناها ان لا، انا مش هضر معناه نفسي. لا، كده. هو يعمل كده ويفضل قاعد. تمام، لا، يمكن هيفضل قاعد يمشي. وخلاص والعيال لا، والدنيا والدين يمشي. وبتاع. هو أعتقد توني قصده اللي بيفضل قاعد تحت بند إن الله حليم ستار، وخلاص انه أنا ستار، ايوه. سامحتها ما وهافضل ده انا موجود معاها، بس سامحتها هو و نفسيًا متدمر. هو أيوه بس طب بس. اللي على الوش بس ظاهر أو بيحاول يقنع نفسه إن أنا هاعمل اللي ربنا قال بس عليه الستر، بس لكن هقول لك هو من حاجة. جوّه لأ. لو هو فعل فعل ربنا أمره بيه، ربنا بيعوضه. ده وعد ربنا لينا، ده ما فيهاش هزار. فعل. ما هو فعله منين؟ لو وانت هو عارف دلوقتي الكلام ده، لو هو فهو دلوقتي من تكرار واحد او الكلام واحده وخلاص. لا، مش تكرار وخلاص. واحد او واحده شافوا حاجه غلط عن بعض، عندهم قرار من الاتنين. هل هو شافها بإرادته، ولا هو شافها غصب عنها، او هي شافتها غصب عنه؟ هنا بنتكلم في البوينت التانية. انا هتصرف ازاي وقت لما شفت حاجه زي كده او حسيت بحاجه زي كده من البدايه؟ التصرف السليم ان انا امشي. صح؟ انتوا كده متفقين معايا؟ في تمام. حد تاني يقول لك ما يمكن تصلح من نفسها مثلا، وان هي تبقى تمام، وان هي اعترفت له ان هي عملت كده عشان هو عمل واحد اتنين تلاتة، وقرر ان هو يستر ويكمل ويديها فرصة تانية. بقى هو حر. في اللحظه دي هي اصلا ما بتبقاش شايفاه راجل. الموضوع ده منتهي. إمم. ماشي، هي حرة، الرأي هو الست حر. اللي هتروح تعترف لجوزها، انا بقول لك اهو، ان هي خانته ومش هعمل كده تاني والكلام اللطيف ده، وهو قال لها ماشي يا حبيبتي وخلاص وربنا حليم ستار وعلى امل مش عارف ايه. هي في اللحظه دي، تمام، ما بتبقاش شايفاه راجل. هي بتبقى عايزه اجابه معينه منه، ان هو ربنا يسامحك روحي وانت طالب. تمام، عشان نبقى متفقين. احنا بنتكلم يعني بمنتهى الصحه النفسيه احنا المتواصل. دلوقتي ما وصلنا بنتكلمش لنقطة عن ناس مهمة واصله جدا. لحاجه روحانيه عاليه. اه احنا دلوقتي إحنا كوش توني بنتكلم قال عن لنا الناس ان احنا العادية. دلوقتي احنا وصلنا لحاجة في نهاية الحلقة، ان احنا اول ما نحس بالحكاية دي ننهي العلاقة دلوقتي. هي صح العلاقة كده؟ already بتبقى منتهية. بننهيها بشكل رسمي او هي بشكل العلاقه مش فعال. موجوده. آه. هي هتبقى اوكي. اتحط لها نهاية رسمية مش أكتر من كده، باقي القرار انا بس اللي انا هو stop. وانس حسيت. هقول لكم الموضوع تاني. انا وانس حسيت او استوضح لي الامر بشكل او باخر ان انا في حاجة مش مظبوطة جوه العلاقة، القرار السليم في الحالة دي هو الانفصال
من الدقيقة الأولى. مم. صح مظبوط؟ تمام. مظبوط. كوتش توني وجهة نظره إن هي ما بتبقاش شايفة راجل، وأنا رأيي إن هي بيتعمل لها جروح داخلية جواها بتخليها ما تحسش بالأنوثة. رأي حضرتك إيه بقى؟ هنختم بيه. انا مش ثانية واحدة بس. انا مم. رأيي في النقطة الأخيرة اللي هو بتاع الله حريم ستار وهنقعد وهتيجي تقول له فهو يسامحها. ده في اللحظة دي أنثى طبيعية في المستوى المتوسط في الحياة، يعني لو في مستوى عالي أصلا ما كناش وصلنا للنقطة دي. حلو. اسمه إيه ده؟ مش هتبقى ساعتها شايفاه إن هو مش راجل وهتروح تخونه تاني. على فكرة الكلام ده مش رأيي ده. دي الله ولا ما فعلتوش امر الله وما فعلتوش وانا بفعل امر الله منين برضه. هل من مكان قدره وعفو ولا من مكان هي ده اللي اصل ده اللي حصل انا اعمل لها ايه؟ من مكان ضعف ونيله. تمام. وقله قيمه. فلا، انا ده مش رايي. انا رايي انا متفق معاك والله. انا مش مرتاح في علاقه امشي واسيبها. ان في الانفصال العاطفي في العلاقات بيحصل في وقت طويل جدا، والانفصال الروحي في العلاقات بيحصل في وقت أطول بكتير. عقبال ما ببقى انفصلت فكريا وانفصلت شعوريا وانفصلت روحيا وانفصلت جسديا، وبعد كده بفكر أروح وتقول لي العلاقة موجودة. هي مش موجودة. هي في كل لحظة رحنا خدنا فيها في حتة، وأنا انفصلت أصلا. انفصلت عن العلاقة دي بشكل من الأشكال. انفصلت عنها جسديا ورحت ارتبطت جسديا بحد تاني. انفصلت عنه مشاعريا فرحت ارتبطت مشاعريا بحد تاني. ارتبطت عنها فكريا يا عم بالشغل. لو لقيت ان انا احط الشغل اولويه، تمام، عن علاقتي بشريكي، هو ده انفصال. انفصلت عنها فكريا وانفصلت عنها روحيا. انفصلت عنها في كل الاحوال. ولغايه بقى ما نوصل ان شاء الله للطلاق. الخيانه الجسديه دي ما جاتش وليده اللحظه. تمام. احنا عارفين ان هي الخيانه الجسديه اسهل للراجل بسبب طبيعته، ان هو ممكن يعمل علاقه جنسيه مع 20,000 واحده بس يحب واحده بس. دي قصة تانية. إن الارتباط الشعوري ملوش علاقة بالجنس عند الراجل. دي حاجة تانية. تمام. بس بيأثر عليه طاقيا وأنت عارف. طيب والانفصال ما جاش في كلمة والخيانة ما جاتش في سريعة لحظة. في نهاية اللقاء الجميل ده، تحب تقول إيه بقى بالنسبة لموضوع المراقبة في جملة واحدة؟ تقول يا حاجة بسيطة. أنا مش مستريح وشاكك أمشي ورايح دماغي. وجع الدماغ كنت أوحش بكتير. والمجهود اللي أنا بضيعه ده في حاجة أنا مش مستريح في العلاقة. حتى لو اكتشفت ان انا بعد ما راقبت ان مراتي دي اجمل انسانه في الكون وبتمدح فيا في الحياة، أنا مش مستريح. أنا مش هشتغل على نفسي وعلى قيمتي الذاتية عشان أرتاح كتير أوي. بس شغال. يعني عايزة أقول إن مجرد ما قرار المراقبة جه، فده معناه إن العلاقة انتهت، فملهاش لازمة المراقبة. هي تتقفل وتنتهي بسلام. خلاص. هي كلمة النهاية في العلاقة، بس اتكتبت بوضوح، مش أكتر من كده. أنا بشكركم شكرا جزيلا، والحقيقة يعني القعدة ما يتشبعش منها، وإن شاء الله نتقابل قريب في تحليل مسلسل جميل ولذيذ، وهو مسلسل كتالوج. هنكون مع بعض إن شاء الله إحنا التلاتة هنتكلم عن شخصيات المسلسل. استنونا إن شاء الله في الحلقة الجاية. شكرا.